سلام البنات، جبت لكم طريقة عمل العجينة المورقة على بيت فيتي بطريقة سهلة وتجيكم دبل فوليوم. انا استعمل فرينة ماما هي المليحة في لابيت فيتي. نضيف الكيلو تاعي تاع الفرينة ومغرف صغيرة ملح ومغرف صغيرة سكر. بعدها نضيف 4 مغارف كبار زيت وزوج مغارف خل، ونطم العجينة بالماء بارد ملعين. نطمها وتكون العجينة تاعي متماسكة مليح، ونغطيها ونخليها تريح لي 10 دقائق. هي قد ما تريح لي تجيني سهله في الحلان ديالها، ما تعينيش. بعد ما ريحت لي هاي تلقت روحها وجاتني خفيفه. في هذه المرحله كي ريحت لك تحليها بلا تعب، ما تعيكش كامل في الحلان ديالها. كل ما نجي نحلها ندير شويه فرينه ونحلها 2 سنتيمتر. بعدها نحكم الزبده التوريق ديالي، نسكرفجها في نصف العجينه، نحكمها في الوسط. نحكم الجهة اليمنى تاعي نطويها كيما راكم تشوفوا على الزبدة، نسقمها مليح بيدي، ونزيد نجيب الجهة الاخرى نزيد نديرها من الفوق هكذا كيما راكم تشوفوا. نسقمها مليح بيدي ونقلبها على العرض تاعها، نقلب العجينة تاعي هكذا ونحكم الحلال ونحكم الوسط. نبدا نعبص كيما راكم تشوفوا، نهبط باش نسقم الزبدة ديالي باش تدخل كاع في العجينة كيما راكم تشوفوا هكذا. نحلها مليح، نعاود نحلها مستطيلة واحدة اخرى هكذا كيما راكم تشوفوا. راني نوري لكم بالعقل باش تبان لكم. بعد ما حليتها نحكم الجهه اليمين تاعي نطويها في الوسط، ونزيد نجيب نطوي الاخرى فوقها ونسقمها مليح ونغطيها، ونزيد نخليها 10 دقائق واحدة اخرى تريح. بعد ما ريحت لي مليح، بعد ما فاتوا 10 دقائق نعاود نقلبها ونبدا نعاود نحط الحلال تاعي في الوسط كيما راكم تشوفوا، ونطلع للفوق هكذا ونطلع الفوق. بعدها نولي للوسط ونهبط للتحت هكذا بهذه الطريقه حتى نحل الزبده تاعي تجي كاع في العجينه كيما راكم تشوفوا. الطريقه السهله ما تاخذش كاع معكم الوقت. نحلها مليح، نعاود نحلها مستطيل مليح كبيره ونبدا نطوي. نحكم الجهه اليمنى كيما راكم تشوفوا نجيبها للنص، نزيد للجهه اليسرى ونعاود نطويها في الوسط هكذا. العجينه المورقه تاعي تكون واجده ونقدر نستعملها هكذا. درنا كيلو من العجينه المورقه، كي نقسمها في الوسط تولي لي رطل، وكي نقسمها على 4 تولي لي كل مرصو نص رطل هكذا. نطمها ونخبيها في كيس بلاستيكي ونحطها في الكونجيلاتور. وقت ما سحقيتوها تقدروا تستعملوها، تجيكم سهله بزاف. جربوها البنات وعلى بالي راح تعجبكم. سلام.